اجي واش بصح المغرب والمغاربه الرقم واحد في السحر والشعوذه؟ واش بصح كاين انواع ديال السحر والشعوذه ما كيصدقوا في حتى شي بلاد من غير بلادنا المغرب؟ علاش؟ واش بصح كاين نوع ديال السياح كيجيو خصيصا للمغرب من اجل اعمال السحر والشعوذه؟ وشنو علاقه النبي سليمان عليه السلام بالموضوع؟ هادشي اللي غنشوفو في هذه الحلقه بالتفصيل الممل. خليك معنا. السلام عليكم. القصة بدات فاش وصلت الأخبار للملك عبد الملك بن مروان، وهو الخليفة الخامس من خلفاء بني أمية، وكتعتبر المؤسس الثاني للدولة الأموية. الأخبار مفادها أنه كاين واحد المدينة بناها الجن بالكامل وبأمر من سيدنا سليمان، وأنها مدينة مفقودة وعمره ما تحط فيها الرجل الآدمي، ومن المرجح أنها مليئة بالذهب والفضة والكنوز. وبالنسبة لمكان تواجدها فهي كاينة في شمال إفريقيا، وبالضبط في واحد البلاصة اللي كتسمى بحر الظلمات. وبعض الروايات كتقول أن هذا بحر الظلمات متواجد في شمال المغرب، وبالضبط بين طنجة وتطوان. المهم الملك كلف واحد من القادة العسكريين اللي عندهم خبرة كبيرة في شمال إفريقيا، كيعرفوا عليها كل كبيرة وصغيرة، اللي هو موسى بن نصير. وقال له الملك أنه ياخذ العدة والعتاد اللازم وما يرجع حتى يجيب أخبار هاد المدينة الغامضة أو المرعبة. وبالفعل خدا معاه موسى بن نصير 1000 جندي، وخدا معاه كذلك بعض المستشارين اللي كيعرفوا المنطقة حق المعرفة وكيتقنوا العديد من اللغات. وبدات عملية البحث أو المغامرة إن صح التعبير. والجنود اللي تم اختيارهم لهذه المهمة كلهم خوف وتردد. تخيل انت غادي كتقلب على واحد المدينة خاصة بالجن، بناها الجن، ومن المرجح أنه ساكن فيها الجن، وخا تكونوا بالآلاف ماشي غير 1000، ويدخلك الخوف. المهم من بعد 40 يوم من البحث الشاق وسط الغابات والأنهار والجبال والسهول والهضاب، واحد الليلة الجنود كيتفاجئوا بواحد الضوء غريبة ولا بواحد الشعاع ما عرفوه واش طالع من الأرض للسماء ولا نازل من السماء للأرض، من قوة الارتفاع ديال داك الشعاع. هنا موسى بن نصير والجنود اللي معاه اتجهوا في اتجاه داك الشعاع باش يعرفوا المصدر ديالو، فإذا بهم كيكتشفوا أن هذا هو المكان اللي كيبحثوا عليه، حيث لقاو ريوسهم قدام واحد السور عالي لواحد درجة فوق المتخيل. وهذا المبنى ماشي بحال المباني العادية، لأن الإنسان معروف كيبني بالطوب، بالصخر، بالحجر، بالتراب، ولكن هذه البناية مبنية بالنحاس. وهذه الحاجة اللي فاجأتهم وتفاجأ الإنس والبشر بصفة عامة، لأن احنا ما مولفينش كنبنيو بالنحاس. المهم موسى بن نصير عطى الأوامر لبعض الجنود أنهم يديروا واحد الدورة على المكان ويعرفوا فيه كاين المدخل ولا الباب باش يدخلوا لهذا المبنى. من بعد ما داروا الجنود دويرة على المكان رجعوا قالوا ليه بأنه ما كاين لا باب لا سرجم لا مدخل. كيفاش هذا المبنى كله بهذا السور عالي ومنين كيدخلوا هاد الناس هادو؟ زعما بناوه وبقاو هما برا؟ لا القضيه فيها ان. المهم بالنسبه للعلو ديال السور مقارنه بالسلالم اللي جابوا معاهم والمعدات اللي جابوا معاهم ما كيوصلوش حتى النص ديال السور. هنا واحد من المستشارين اقترح على موسى بن نصير انهم يحفروا واحد النفق بجنب السور، يعني بقاو يحفروا 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 حتى يوصلوا للساس ولا يفوتوا كاع ويدوزوا من التحت ويدخلوا للمدينة أو للمبنى. أوكي، وافق موسى بن نصير لأنه ما كاين شي حل آخر. من بعد أيام وليالي من الحفر، حفر يا ما تحفر، حفر يا ما تحفر، حتى كيلقاو ريوسهم فاتوا للساس ووصلوا للمياه الجوفية، ومازال داك السور ممتد تحت الأرض. ما بغاش يسالي هاد السور بالعربية تعرفت. هنا تأكد موسى بن نصير واللي معاه أن هذا هو المبنى اللي كانوا كيقلبوا عليه، وأنه ما يمكن يكون إلا من صناعة الجن. كيفاش انت توصل حتى المياه الجوفية ومازال السور ممتد تحت الأرض حتى لين واصل هذا الساس؟ هذا ماشي من عمل الإنس. المهم دازوا للفكرة الثانية اللي هي أنهم يقطعوا الشجر من الغابة ويبنيوا واحد البرج عالي قبالة السور طبعا، هكذا على الأقل يقدروا يهبطوا شي واحد بالحبل، ولا على الأقل يشوفوا شنو كاين لداخل، لأنهم لحد الآن واقفين أمام المجهول. سور عالي مبني بالنحاس، شنو كاين لداخل ما عرفت. المهم وبدا العمل الشاق عاوتاني، قطع في الشجر، بنيه ما تبني بنيه ما تبني. من بعد ايام من العمل قدوا يبنيو داك البرج، ولكن ما جاش قد السور 100%، بقى ناقص واحد شويه كملوها بدوك السلالم اللي جابوا معاهم. وهنا جات المرحله الحاسمه. البرج بنيناه، نقدوا نوصلوا للسور. دابا شكون يزعم ويتجرأ انه يطلع ويطل يشوف شنو كاين لداخل، مع العلم اننا عارفين ومتاكدين ان هذه البنايه ماشي ديال الانس؟ وفاش كنقولوا انها ديال الجن
يعني تقد توقع اي حاجه. المهم موسى بن نصير شاف ولاحظ الخوف على وجوه الجنود اللي بطبيعه الحال كل واحد كيقول بالصبر ما يختارنيش انا لانه حمل ثقيل ولا يطاق. هنا موسى بن نصير لقى الحل، دار واحد المكافاه اللي هي كبيره لاي واحد قد انه يتشجع ويطلع فوق البرج ويطل من داخل السور شنو كاين. هذا اللي غيطلع اللي مطلوب منه حاليا انه يطل يشوف شنو كاين لداخل ورجع بحالاته فقط. هنا واحد من الجنود عجبته الصفقه، مبلغ كبير والمهمه فقط انك تطلع تطل وترجع بحالك. تقدم الجندي الشجاع وطلع فوق البرج، وطلع للبرج الفوق وطلع فوق السلم ووصل للحافه ديال المبنى وطل لداخل. ومجرد ما طل لداخل بدا يضحك بواحد الطريقه هستيريه ويصفق بيديه شويه، وقع داكشي اللي ما كانش في المتوقع. الجندي لاح راسو لداخل، من مجرد السقوط ديالو لداخل المبنى تسمع واحد الصراخ واحد الضجيج بحال الا تكون لداخل كاين الالاف ديال الاشخاص. شفتي داك الصوت ديال التيران اللي كيكون عامر فيه واحد 50,000 ولا 100,000 مشجع باش كيتماركا البيت؟ تقريبا بحال داك الصوت اللي تسمع. تخيل انت واحد المبنى عنده واحد السور شاهق وما عندوش الباب، من مجرد ما طاح جندي لداخل تسمع الصوت ديال الالاف الاشخاص لداخل وعلى شكل احتفال واهازيج. من بعد شويه رجع السكات والسقيل وكأن المكان مهجور. بطبيعة الحال موسى بن نصير واللي معاه ما يمكنش ينسحبوا من أول محاولة فاشلة، ماشي هاد التمارة كلها وهاد الطريق كله ومن بعد ينسحبوا من أول محاولة فاشلة. هنا موسى بن نصير زاد ضاعف المكافأة للجندي اللي قد يطلع ويشوف لنا اخبار هاد القلعه ولا هاد المبنى. هنا بان واحد من الجنود عاوتاني اللي قبل التحدي وغراته المكافاه وطلع حتى هو للبرج، وتكرر نفس السيناريو. من مجرد ما كيطل داخل ضحك هستيري، تصفيق، من تما كيلقي براسو لداخل المبنى. عاوتاني اصوات واحتفالات لالاف الاشخاص، وكيرجع عاوتاني داك السقيل وداك السكات بحال الا تقول المكان مهجور تماما. والجنود اللي مع موسى بن نصير كيزيد يدخل فيهم الفزع والخوف والتردد. وزاد موسى بن نصير ضاعف المكافأة ولا مجيب، حتى واحد ما ساخي بالحياة وباغي يقدم راسو للموت. حتى اقترح موسى بن نصير واحد المبلغ اللي كبير بزاف اللي خلى واحد من الجنود يطمع، ولكن هاد الجندي كانوا عنده شرطين. الشرط الاول انهم يشوفوا شي قنبه ولا شي حبل اللي يكون صحيح ويربطوه من الخصر ديالو ولا من النص ديالو ويربطوه مزيان، وهاد الحبل اللي يشدوه من التحت عدد كبير من الجنود باش حتى واذا الجندي يطل لداخل وفقد السيطره على راسو وبغى يلقي براسو لداخل صحابو يجبدوه وما يخليوهش يتلاح لداخل. والشرط الثاني انه اذا قدر الله وتلاح لداخل قدامه الامانه امانته، ديك المكافاه ولا ديك الفلوس يمشيو لولادو ولمرته. هنا موسى بن نصير قبل الشرطين بلا نقاش بطبيعه الحال اللي هما اصلا شروط بسيطه، وداك الشيء اللي داروا ربطوا الجندي من الخصر ديالو بالحبال اللي هي قويه وشدوها عدد كبير من الجنود باش يمنعوه انه ما يلقيش راسو لداخل. وطلع الجندي وطل من السور ونفس السيناريو، ضحك هستيري والتصفيق وكيبغي يلقي براسو لداخل. ولكن هاد المره لحسن الحظ ان صحابو شادينو بداك الحبال، ولكن صحابو رغم عددهم الكبير كيجبدوا بواحد القوه، ولكن كيحسوا بان واحد القوه خارقه كتعاندهم من الداخل. وجبد يا ما تجبد، جبد يا ما تجبد، حتى تقسم الجندي المسكين الى نصفين. النص السفلي اللي فيه القنب ولا الحبال رجع لعند صحابو، والنص الفوقاني طاح لداخل في القلعة. وتسمع عاوتاني داك الصراخ وداك الاهازيج والاحتفالات. هنا موسى بن نصير بدون تفكير عطى امر الجنود باش ينسحبوا من المكان وان هذه المهمة مستحيلة. اذا كنت كتظن ان تشويق الاطار سهل هنا فراك غلط، مازال عاد غيبدا. المهم انسحبوا من المكان وشدوا الطريق باش يرجعوا منين جاو. وهما غاديين في الطريق لقاو واحد اللوحات مصايبين من الرخام الابيض، وفي هذا اللوح مكتوب اسماء الانبياء والرسل والصحابه، والبعض منها مكتوب عليها اسماء الملوك والفراعنه والجبابره اللي كانوا في الازمنه الماضيه. وبعض من هذه الالواح مكتوب فيها بعض النصائح والحكم. ولقاو واحد اللوح فيه واحد الصوره ديال واحد السيد شيباني، وفي يديه واحد اللوح اخر ديال النحاس ومكتوب فيه: ليس من وراء مذهب فارجعوا ولا تدخلوا هذه الارض فتهلكوا. هنا موسى بن نصير تعجب وهو كيتلفت اليمين وشمال كيشوف ما شاء الله هاد الارض كلها خضوره وكلها ورود وكلها جمال، حتى من التربه ديالها الجمال ديالها ماشي عادي. وهذا السيد كيقول لنا لا تدخلوها فتهلكوا في شكل، وما تسوقش لذاك الكتابه. وقال الجنود ديالو
كملوا طريقكم باش يشوفوا شنو يقد يكون كاع في هذه الارض. ومع زادوا خطوات قليله مع الصدمه خرج لهم واحد النمل عملاق واللي جا في طريقه كيقطعوا طراف. هذاك الشيء ديال الافلام يا معلم. شويه داك النمل الفتاك العملاق فاش وصل حدا ديك اللوحه النحاسيه اللي فيها داك الشيباني اللي كاتب داك النصيحه، وهو يرجع ويهرب ويدخل وسط الغابه. هنا موسى بن نصير واللي معاه بقاو مذهولين وتاكدوا ان الشيباني اللي في الصوره ما هو شي شخص عادي، وان داك اللوح ماشي اي لوح. وهنا قرروا انهم ما يكملوش على نفس الطريق اللي مشى منه داك النمل، خافوا لا يرجع ليهم تاني، راه قتل منهم عدد، خافوا لا يكمل عليهم وبدلوا الوجهه ديالهم. المهم بدلوا الطريق باش ما يخرج لهم داك المصيبه تاني، وبقاو غاديين حتى كيلقاو واحد البحيره كبيره وفيها واحد الماء صافي وعادي، واحد المنظر ماشي عادي. جلسوا باش يستراحوا تما، وفي نفس الوقت موسى بن نصير قال لبعض الغواصين انهم يغوصوا ويشوفوا شنو كاين في هاد البحيره. وبالفعل دوك الغواصين فاش خرجوا معاهم شي لعيبات، القلات ولا القلات ولا على حسب المنطقه شنو كيسميوهم، ولكن ماشي ديال الطين، مصنوعين من النحاس، وكل وحده عندها الغلاقه ديالها. حلوا الاولى باش يشوفوا شنو فيها، فاذا به كيخرج لهم واحد الفارس من نار وراكب على خيل كذلك من نار، وفي يده واحد الرمح اللي هو كذلك مصنوع من نار، وطار في السماء هو كيقول يا نبي الله لا اعود، يا نبي الله لا اعود. وحلوا الثانيه ونفس المشهد كيتكرر. هنا موسى بن نصير قال لهم هذا ما نزيدوش نحلوا وحدين اخرين، ومن الاحسن ردوهم للبحيره. وشويه خرج لهم واحد العملاق كبير، هو انسان ولكن كبير لواحد الدرجه ماشي عاديه. وسولوه قالوا لي شكون انت؟ قال لهم انا من الجن اللي حبسهم النبي سليمان في هاد البحيره. وسولوا موسى بن نصير قال ليه شحال من جن اللي مازال محبوس في هذه البحيره من زمن سليمان عليه السلام؟ قال لهم عدد كبير، شكون يقد يحسبهم؟ المهم الخلاصه من هذه القصه وعلاقتها بالسحر والشعوذه في المغرب، ان بعض الباحثين والمؤرخين يقولوا ان السبب اللي كيخلي المغرب رقم واحد في السحر والشعوذه انه كاين انواع من الجن ما كاينش في العالم من غير المغرب، بسبب أن النبي سليمان عليه السلام كان حبسهم في هذه البحيرة في المغرب، ومن بعد ما تحروا بقاو مستقرين في المغرب، اللي خلاهم يشتغلوا ويمتهنوا السحر والشعوذة. هذا علاش بزاف ديال الأنواع من السحر والشعوذة ما كيصدقوا في حتى شي بلاد من غير المغرب. بالنسبه للناس اللي كتسول علاش سيدنا سليمان حبس هاد الجن هنا، هاد الجن هادو كانوا من المردة او المتمردين اللي ما كانوش كيطيعوا الاوامر ديال النبي سليمان عليه السلام. وهاد القصه فيها بزاف ديال الاختلافات. كاين بعض الروايات كتقول ان واحد من الجنود اللي كانوا كيحاولوا يدخلوا لديك القلعه ولا ديك المدينه قد انه يتغلب على الجن ودخل وحل لهم الباب ودخلوا ولقوها عامره بالكنوز والذهب والفضه. وكاين اللي كيقول ان هاد المدينه ما بناهاش الجن بل بناها ذو القرنين، وكاين اللي كيقول ان هاد المدينه اصلا ما كايناش وانها مجرد اساطير فقط. ومن بين الناس اللي قالوا بانها مجرد روايات ومجرد حجايه ابن خلدون وياقوت الحموي، اللي قالوا بان هادشي هذا غير روايات واساطير الاولين. انا فين سالت الحلقه ديال اليوم. اذا كانوا كيعجبوكم الفيديوهات والقصص بحال هادو كتبوها لي في التعاليق، وما تنساوش الجيم والاشتراك في القناه اذا كنتوا اول مره كتشوفونا. السلام عليكم.